ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم الليمون المعصفر. جبت 2 كيلو ليمون عشان اعصفرهم. احنا من عشاق المخلل، يعني مفيش حد بيحبش المخلل، بيفتح نفس اي حد على الاكل. جبت 2 كيلو ليمون، وجبت البطرمانين اللي هخلل فيهم، ودي ميه ليمون بتاعت مخلل اللي هو الجاهز، وملح وعصفر. كده انا بفتحها 4/4 عشان اعرف احشيها ملح وعصفر عشان تبقى جاهزة معايا. خلص الكمية ارجع لكم. كده انا فتحتهم 4/4 وبحشيهم وبرصهم بقى في البطرمان لحد ما اخلص الكمية كلها. المخلل ده يعني الليمون المعصفر ده، يعني لو انتي مش عايزة تاكلي بيفتح نفسك على الاكل، جميل قوي بصراحة. ومية مية الليمون الجاهزة دي احنا بنجيبها من عند اي حد بتاع مخلل، بتقول له انا عايزة مية مخلل او مية ليمون، تبقى جميلة قوي. كده انا خلصت الكمية كلها ورصيتهم في البطرمانات وبسقيه بقى، يعني بحط عليه المية دي. المية دي لما بيشربها بتخلل فيها، بتخلي طعمه، يعني انا عايزة اقول لكم بيبقى احسن واحلى من الجاهز كمان، على اللي بتبقي عاملاه على ايدك وعارفة انت عاملة فيه ايه وحاطه له ايه وكده، تبقي مطمنة. بسقيه انا بقى كده لحد الاخر خالص، بيشرب بقى المية ديت وبيبقى طعمه جميل جدا، بيبقى زي الجاهز واحلى كمان. ده انا بهزه كويس عشان خاطر بحس ان الميه تبقى نازله لحد تحت. كانت دي عامله كده عشان كنت بغطسها. انا بقى بجيب لهم ايه، بجيب كيس كده بقطعه نصين عشان خاطر اقفل بيه البطرمان كويس، بحيث ان هو عشان ما يطفحش ويبهدل البطرمان وكده، ويبقى حبكه كويس. وعشان احنا كده بنسيبه اصلا فتره كبيره عقبال ما يتخلل، بحبك عليه كويس قوي بحيث ان هو ما يقع، لو وقع ولا حاجه ما يتفتحش، وبحس كمان ان هو لما ما يطفحش اللي فيه وكده. وبحبك عليه كويس كده. بقى انا خلصتهم اهم وجاهزين بقى، بسيبهم بقى على جنب، بفتحش عليهم بقى الا بعد فتره كده. شكله اصلا يعني شكله شاهي، شكله يتاكل منه من قبل ما اسيبه، بيبقى طعمه جميل جدا بصراحه. جربوه واعملوه عشان احنا كمان داخلين على رمضان. رمضان ما بيخلاش من المخلل والحاجات دي، لازم تكون موجوده على الصينيه. مش هيكلفكوا كتير وهيوفر عليكم تشتروا مخلل كل شويه. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنونا في فيديو جديد.